شاركتكم معايا وانا راح اشتري الزينه البسمله والمكه. طبعا هم ما كانوش عارفين، وهم مش عارفين ان انا عامله لهم مفاجاه وهعمل لهم عيد ميلادهم. انا حبيت بقى هي بسمله النهارده في الدرس، حبيت بقى ان انا اجي افرجكم على الزينه اللي انا جبتها، ومكه في الحضانه حبيت بقى ان انا افرجكم من وراهم. وطبعا هم ما يعرفوش ان انا هعمل لهم عيد ميلاد كبير وجايبه لهم حاجات فيه، وهتشوفوا بقى مفاجآت كتير كتير كتير. انتظرونا وتعالوا بقى اتفرجوا معايا على الزينه، وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الزينه، حلوه ولا وحشه. بصوا ده البتاع اللي هو بيفرقع، ده بينزل بروز في الارض. وده طبعا عشان بسمله هتتم 14 سنه، وده عشان مكه هتتم 3 سنين. وده منفاخ بتاع البلالين، عشان طبعا احنا بنقعد ننفخ بلالين بنتعب. لقيت عند الراجل المنفاخ بتاع البلالين ده، حبيت ان انا ايه اجيبه عشان الواحد اصلا ما بقاش مستحزن قوي يعني. وطبعا دي عامله، هوريها لكم. بصوا هي حاجه كده بتتحط في النص، يعني انا بصراحه مش عارفاها، انا لسه اول مره ان انا اشتريها، مش عارفه هي عدتها ازاي، بس هي حاجه عامه بتتعلق زي النجفه كده في النص. بتتعمل كده، ده شكلها، بس طبعا بتتقفل. ماشي. وده طبعا بلالين، وده حاجه زي دبل فيس. طبعا اللي بيجي يعمل شكل البوابه، اللي هي البوابه اللي بتبقى اللي وراها التصوير، طبعا بدل ما بتقعدي تتعبي ايدك وتتلزقي والكلام ده وتربطي، لا ده انت بتشدي الشريط كله على الشكل اللي انت عايزاه، وبتروحي حاطه عليه حاجه جديده، يعني لسه طالعه جديد. ودي زي اللي انا وريتها لكم من شويه، زي دي. ودي برضو زيها. ودي بلالين اللي هي بالبرونز، هي جواها برونز. دي 10 بلالين ب20 جنيه. وده بلالين برضو، وده دبل فيس للبلالين. وده بصوا ده شمع طالع جديد على شكل التورتايه دوت. ودي هادي باري زردين بالانجليزي. ودي الفروع الزينه اللي هي بتيجي كده دي قصاد بعض. برضو دي نفس اللي انا وريتها لكم، بس دي على حاجه صغيره، يعني نفسها بس حاجه صغيره برضو. ودي هاني بايزه دي بس هيلتون. ودي برضو زينه. ودي بتتحط برضو في التورتايه. ودي الستاير اللي بتتعلق وبتحط عليها البلالين والحاجات. وده برضو شمع، ده برضو زي اللي انا وريتها لكم، البلالين اللي فيها الخرز دي منها، يعني جايبه كذا واحده منها. طبعا انتوا كده شايفينها متبهدله، طبعا مش زي ايه المنظر الاخير. طبعا انتوا هتشوفوها واحنا لما نعملها، وطبعا هصورها لكم، وطبعا هشارككم في كل حاجه معايا خطوه بخطوه. انتوا طبعا يعني مش قادره اقول لكم زي اخواتي وزي اغلى حاجه عندي، عشان انتوا جمهوري، انا طبعا بحبكم في الله. طبعا عايزاكم تشوفوا الحاجه وتقولوا لي في الكومنتات، واللايك والشير ما تنسوش. اللايك والشير. السلام عليكم.